هلا والله ابطال، عاملين ايه؟ النهارده فيديو غير ايه فيديو. النهارده جايين نحكي لكم ان انتوا اصلا فاهمين اليوتيوب غلط. انا الغلطه دي ممكن اصلا تبوظ القناه بتاعتكم، وكل يعني انا كنت هقع فيها وانتوا هتقعوا فيها، والمشاهير برضو اكيد كان هيقعوا فيها. فيلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه بس كده ما تنساش تصلي على النبي وتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لما نقول الغلطه طبعا انت دخلت الفيديو، يا اما الصوره المصغره عجبتك، يا اما انت متابعني ودخلت على الفيديو عشان جالك اشعار. امال انت بقى الغلطه بقى اللي انتوا بتقعوا فيها، ان انتوا تخشوا تقول للناس في التعليقات تابعني وتابعك تابعني وتابعك. طب ايه؟ طب انتوا استفدتوا ايه؟ انتوا خدتوا متابعين وما خدتوش مشاهدات. يعني احكي لكم مثلا، انتوا مثلا عندكم 100,000 متابع، بس المشاهدات بتاعتكم 20-30 مشاهدة. يعني اليوتيوب اصلا هيفهم اللي انتوا عملتوا كده، ويطلع ويقوم رايح عامل لك هيبوظ الريتش بتاعك خالص. فالغلطة دي اصلا كانت هتوقع ناس كتير، واصلا معظم الناس عندكم هيفضل يقول كده، والناس هتخش وتقول له تابعني واتابعك ومش عارف ايه. وبرضه بعد كل ده حاجة اوصل واحد في التعليقات يقول لي تابعني واتابعك. ده ليه ده؟ واليوتيوب يا جدعان بعت لي ان 90% بيشاهدونه ومش عاملين متابعات. ده ليه ده؟ طب ما تجرب يا اخي، انت غرمان حاجه؟ انت عندك حاجه تخسرها؟ ليه كده؟ وصحيح بمناسبة ال 100 مشترك، اي حاجة اي تعليق هتكتبه هرد عليه في الفيديو الجاي. يعني اكتب مثلا انت مش عارف ايه، يعني اي حاجة تكتبها في التعليقات هرد عليها في الفيديو الجاي. فلو انت وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس، ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.